حبايب قلبي، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. صحيت من نومي بدري، الجو برد جدا، كل اللي في البيت نايمين، محدش فيهم رايح الشغل، وأنا قررت أقعد معاهم في البيت النهاردة. وبما إني صاحية من بدري قلت لازم أستفيد من وقتي، أولع الفرن، منها أدفي البيت ومنها أعمل مخبوز يكون شكله قمر وعسل زي اللي قدامنا ده، وكمان يصحوا كل اللي في البيت على ريحته الجميلة، ونلاقي حاجة حلوة ناكلها مع الشاي بلبن. قررت أعمل كده فطيرات محشية بالعجوة بيسموها ترسة الأفران. العجينة اللي عملنا بيها المخبوزات دي كانت أكتر من رائعة، طرية وهشة وقطنية وطعمها كان زي العسل. ده غير بقى حشوة العجوة كانت طرية وما نشفتش مني، وكان طعمها جميل جدا. الفطيرات دي طريقة عمايلها سهلة جدا وشكلها جميل جدا. طب ما يلا نصلي على الرسول وندخل على المطبخ على طول، وندخل على الوصفة على طول. معايا كوبايتين لبن دافي، المج بتاع الشاي العادي بتاعنا، هنزل عليهم بنص كوباية سكر حوالي 100 جرام، ومعلقتين كبار خميرة. هقلب السكر والخميرة مع اللبن لحد ما اتأكد ان السكر يدوب. الخطوة دي مهمة جدا، ان السكر يدوب في اللبن. هغطيهم واسيبهم يخمروا شوية. هحضر بقى المقادير الجافة. معايا هنا حوالي 6 كوبايات ونص دقيق، حوالي 850 جرام. هنزل عليهم بنص معلقة ملح، ومعايا كده معلقة ونص محلب. ده شكل المحلب بنجيبه من عند العطار، بيكون بالشكل ده. طبعا مش هستخدمه كده، هحمصه واطحنه واضيفه للدقيق. وده شكل المحلب بعد ما طحنته. الكمية دي عملت لي كده تقريبا معلقة ونص محلب ناعم. انت ممكن تضيفي ينسون، شمر، كمون، بس بصراحة المحلب كان طعمه مميز جدا في الوصفة دي. هقلب كده الحاجات دي كلها على بعض. كانت الخميرة والسكر واللبن خمرت وداب السكر فيها. هنزل على طول على الخليط السائل ببيضتين بدرجة حرارة الغرفة، وطالما بيض يبقى فيه شوية فانيليا، ومعايا حوالي ربع كوباية زيت نباتي يكون نوعه كويس. هقلب كل المكونات دي مع بعض، وهبتدي بقى انزل بكمية الدقيق. هقلبهم كده مع بعض لحد ما الدقيق يختلط بالسوائل. انت بقى ممكن تعجني على ايديكي، انا هنا هستخدم العجان على السرعة الهادية كده لحد ما اتأكد ان الدقيق اختلط بكل السوائل وكل المكونات امتزجت مع بعض. هبتدي ازود السرعة شوية شوية، وهبتدي اختبر العجينة. بعد ما اجرب كده لقيتها طرية قوي. لو لقيتيها طرية قوي ممكن تضيفي معلقة دقيق، ولو لقيتيها ناشفة ممكن تضيفي شوية لبن. وبنصحك ما تنزليش بكوبايتين اللبن كلهم مرة واحدة، انزلي بكوباية ونص وبعدين شوفي العجينة محتاجة ايه. كده العجينة مع معلقة الدقيق اللي انا حطيتها كانت مظبوطة جدا. اخر اضافة هنضيفها معلقتين كده زبدة حوالي 50 جرام بدرجة حرارة الغرفة. دي بقى هتودي العجينة في حتة تانية خالص، هيبقى طعمها كده كأنك بتاكلي بريوش. هضرب العجينة مع الزبدة لحد ما الزبدة تختفي تماما وتختلط بالعجينة. وبعد ما الزبدة اختلطت تماما بالعجين بالشكل ده، العجينة المطلوب منها انها تكون طرية جدا وما بتلزقش. شايفين العجينة بقت ناعمة ازاي وطرية قوي، بس ايدي بتطلع منها نظيفة. على الرخامة بقى المرشوشة شوية دقيق، هنزل بكل العجينة. هحاول كده ألم العجينة على شكل كورة على الرخامة اللي مرشوشة دقيق. شوفي بقى جمال وريحة العجينة، محلب وزبدة، حاجة كده ولا أروع. والعجينة بتتكور معايا بكل سهولة. العجينة طرية جدا، وشايفين ايدي بتطلع نظيفة ما فيهاش أي عجين. هجيب بقى الطبق اللي انا عجنت فيه، هدهنه شويه زيت واحط العجينه وهسيبها لحد ما تخمر. في الجو ده هتاخد لها ساعه او اكتر شويه. غطيها كده باي كيس غذائي ونسيبها لما تخمر. وعلى ما العجينه تخمر هنحضر الحشوه. معايا هنا كميه من العجوه، انا هنا استخدمت حوالي نص كيلو. هنزل عليهم بمعلقه كبيره قرفه ومعلقتين زبده سايحه. افضلي بقى عجني في العجوه لحد ما تبقى طريه جدا بالشكل ده. على طول خدي العجوة وافضلي كده لفي فيها وصبعيها بالشكل الصوابع زي ما انت شايفة بالشكل ده. يا ريت الصوابع ما تبقاش تخينة قوي، يعني كل ما كانت كمية العجوة مناسبة مع العجينة بتبقى أحسن. يعني كمان رفعي عن الصوابع دي، يعني أنا حسيت إن العجوة كانت كتير شوية في العجينة. يعني خلي الصوابع العجوة دي يكون حجمها مناسب. بنصبعها علشان تبقى سهلة معايا في التشكيل. هلف كل العجوة بالشكل ده. ممكن تدهني ايدك زيت، لكن هي بصراحة ما كانتش محتاجة اي زيت. ودي كانت كمية العجوة اللي انا عملتها من حوالي نص كيلو عجوة.
في الوقت ده برضو هحضر الصواني بتاعتي، ورق زبدة، مسحة زيت، ورشيته برشة دقيق كده. يبقى احنا على طول هندخل على تشكيل العجينة. وما شاء الله العجينة خمرت مني، هنزلها كده بإيدي وهاخدها بقى على الرخامة. لفيها كده اسطوانة وابتدي قطعي فيها. انا قطعتها حوالي 11 كورة، بس برضو كانت الفطيرات كبيرة شوية، يعني انت ممكن تعملي 16 18 لحد 20 كورة، هيكون حجم الفطيرات احسن. انا عملتها هنا 11 كورة، فانا بنصحك برضو تصغري الكور شوية وهيديك عدد اكبر. ويلا على طول بقى على تشكيل العجينة. خدي كل كورة وافرديها كده بشكل عشوائي على شكل مستطيل، ورفعي وانت بتفرجي على قد ما تقدري. مستطيل مش لازم يعني يكون شكله منتظم قوي. هاتي كده بقى صوابع العجوة ولفي عليها العجينة بكل بساطة. شايفين؟ اهم حاجة تقرصي قوي عند النهاية بتاعة العجينة. ابرمي بقى كده في العجينة لحد ما تاخد القوام المطلوب وتبقى ناعمة، واقفليها كده بالشكل زي ما انت شايفة، وانقليها بقى على الصينية اللي مدهونة ومرشوشة بالدقيق. وبنفس الطريقة هنكرر نفس الخطوات. بجيب كرة العجين، بفردها على شكل مستطيل، اجيب صباع العجوة ارفعه كده واطوله وابرمه تاني لو مش مناسب مع طول المستطيل، وبلف كده بكل بساطة. بقفل النهاية بتاعت العجين كويس، ابرم كده العجينة تنعم معايا وتطول كمان عشان تديني شكل الدايرة الجميل ده. اهم حاجة تحكمي غلق النهاية بتاعت الدايرة علشان ما تفكش منك مع الخبيز. بصي كده تاني، العجينة دي كمان ممكن تفرديها بايديك، مش محتاجة نشابة. المستطيل مش لازم ابعاده تكون مظبوطة قوي، يعني بالشكل اللي انت شايفاه ده. وتلفي كده العجينة عليها وتضغطي كده وانت بتلفي العجينة عشان العجوة تلزق في العجين. تقفلي النهايات كويس، ابرمي عشان العجينة تطول معاكي وتديكي دايرة حجمها مناسب. وزي ما بقولك لازم تأكدي على قفل النهايات عشان ما تفتحش منك أثناء الخبز. بعد ما حطينا كده في الصينية هتجيبي المقص وتقطعي كده على مسافات متساوية، ما بتوصليش لنهاية الدايرة. خدي بالك كده على حروف الدايرة بس، على أبعاد متساوية، وما بتجيش كمان في الحتة اللي فيها القفل بتاع الدايرة، تبعدي عنه وانتي بتقصي. شايفين؟ بكل بساطة يديك الشكل الرائع الجميل ده. بصي كده، باخد كده على حروف العجينة، ما بوصلش لآخر الدايرة. شايفين الجمال؟ ظبطي كده بقى، ظبطي كده في الدايرة علشان تبقى شكلها منتظم. عندي كمان بقى شكل تاني ممكن نعمله. برضو بجيب الكرة بتاعت العجين وبفردها، ببتدي بقى احط فيها برضو صباع العجوة بنفس الطريقة، وانتي بتفردي رفعي العجينة على قد ما تقدري. انا هلف هنا العجينة لفة واتنين، وهجيب بقى القطاعة بتاعتي وهعمل شرط كده في الجزء اللي فاضل ده. شايفين؟ عشان تديني بس شكل تاني لترسة الفرن. وبرضو بلف وبقفل النهاية كويس وبقرص عليها عشان ما تفتحش مني، وببرم العجينة بتنعم وكمان الاسطوانة بتطول معايا. وهقفل واتأكد ان انا قافلة القفل بتاع الدايرة كويس. بصي كده تاني بنفس الخطوات بكل بساطة. اهم حاجة تفردي العجينة وترفعيها على قد ما تقدري، وتحطي صباع العجوة وتقطعي كده شرط، ما توصليش برضو للآخر، وتبرمي وتطولي الاسطوانة وتقفلي بالشكل ده. هعملك برضو طريقة كده تشوفيها كده من زاوية تانية. انا فردت العجينة شايفين، وبلف كده لفة واتنين، وبالقطاعة كده بقطع وببرم وبطول الاسطوانة وبقفلها وبتأكد من انتظام شكلها. وبنفس الطريقة هبتدي أقص بالمقص. في الشكل التاني ده أنا بقص بين حتت العجين، مش بقص زي التانية، لا باخد الحتة اللي فيها العجين وبقص كده بين دوائر العجين وبعض. وده كانت كمية العجين اللي أنا عملتها. هغطيها وسيبها لما تخمر، وبعد ما تخمر ببتدي احضر السائل اللي هلمع بيه الوش. شويه بيض ولبن، ولو عندك قهوه سريعه الذوبان، وشويه فانيليا. امسحي كل الدواير بالخليط التلميع الجميل ده. غطيها كويس بالبيض عشان تديكي لون مميز، وانزلي عليها بقى بكميه من السمسم. انا بعشق السمسم في اي مخبوزات، مع العجوه بقى كمان بتبقى ولا اروع. شايفين الجمال؟ الفرن مولع على اعلى درجه حراره، وهبتدي ادخلها الفرن. وده كان شكلها بعد ما طلع من الفرن. اول ما تطلع من الفرن بتغطيها بفوطه نظيفه وتسيبيها لما تبرد تماما، وده بيكون شكلها. الله الله الله، يا سلام، شكلها من فوق ومن تحت ايه الجمال ده كله. ودي كانت الفطيرات بتاعتنا.
عملناها بطريقة بسيطة جدا وسهلة جدا، والطعم ولا أروع. مش عايزة أقول لكم كل اللي في البيت صحوا على الريحة الجميلة وقعدوا يقولوا إيه الريحة الجميلة دي. يا سلام بقى مع المخبوزات دي اللي محشية بالعجوة وسمسم مع كوباية شاي بلبن تكون طالعة كده من الفرن سخنة، وكوباية لبن سخن في يوم برد زي اللي احنا فيه. شايفين الجمال؟ العجينة قد إيه طرية وطعمها لذيذ جدا بشوية المحلب اللي احنا حطيناهم فيه. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى إن انتوا تجربوها. ولو عجبتكم وصفتنا سبسكرايب وشير ولايك، وما تنسوش تتابعوني مع سماسم في المطبخ.